في الحلقة دي هنتكلم عن الحب في قلب الفتوة، صاحب العضلات الملك فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، ومعلومات جديدة ومفاجأة عن الوجه الآخر لملك الترس. أهلا بيكم في حكاية حب مع إيمان القصاص. ومش لاقي احب وعاوز احب ولازم اعيش بحب. الله. لا ده انا هقف هنا بقى وافتح مش قوس واحد 10 اقواس. بقى وحش الشاشة محتاج لحب. لازم كده ما اعرفش اعيش من غير يعني حب. اللي يشوفك يا استاذ فريد ما يقولش ابدا انك انت لا تعرف تحب ولا محتاج لحب. ويمكن المرأة بالنسبة لك دي تسلية او حاجة، او تاخدها قلمين كده، تضربها قلمين قبل ما انت مش تقول وضبي الاكل عدل ما ارجع. ها لا فاجئتني انت بحكاية عايز احب ومحتاج للحب. ايه ده؟ ولازم اعيش في قصة حب. الحكاية بدأت في استوديو النحاس سنة 1950 وهم بيصوروا فيلم ست الحسن، إخراج نيازي مصطفى وتأليف أبو السعود الإبياري. سأل فريد شوقي مين دي؟ قالوا له دي وجه جديد جاية من طنطا واسمها هدى سلطان. حاول يكلمها رفضت، وبعد تصوير الفيلم كل واحد راح لحاله، لكن فريد شوقي معرفش ينساها. قرر القدر يتدخل ويجمعهم مرة تانية، فبعد سنة رشحها المخرج حسن الإمام علشان تمثل مع فريد شوقي فيلم حكم القوي. وكان من ضمن أحداث الفيلم إنهم يعملوا مشهد رومانسي مع بعض، وكان المفروض يقول فريد شوقي قدام الكاميرا بحبك بحبك يا كوثر، وهي اسم الشخصية اللي بتلعبها في الفيلم، ومستعد أضحي بالدنيا كلها علشانك. لكن حصل شيء غير متوقع تماما. من شدة إعجابه بيها نسي إنه بيمثل، وقال لها في المشهد بحبك بحبك يا هدى. وصرخ وقتها حسن الإمام في الاستوديو وقال ايه اللي انت بتعمله ده يا فريد. اتكسف جدا فريد شوقي، خصوصا انه معرفش يداري حبه قدام الناس، واعتذر للمخرج وقال له غلطة وفلتة لسان. وعرف وقتها كل اللي في الاستوديو ان فريد بيحب هدى سلطان، وهي تقلانة عليه ورافضة حتى تسمعه حتى في الاستراحة. برغم كل ده فريد شوقي ما فقدش الامل، ورسم خطة تانية وقرر انه يبعت لها جواب يشرح فيه كل مشاعره. وفعلا كتبه وصرح بحبه وإنه مستعد يضحي بالدنيا كلها عشانها، وكتب رقم تليفونه وعنوانه، وفضل طول الليل مستني تكلمه، وهي كملت تقوله ما كلمتوش. تاني يوم في التصوير مستني بقى يشوف رد فعلها، قابلته بعاصفة من الغضب واتخانقت معاه وقالت له انت ازاي تبعتلي جواب مع الساعي؟ انت عايز الناس تتكلم عليا ويتقال ان بيتبعتلي جوابات؟ قال لها أنا مش عارف أكلمك، ولقيت إن دي الحاجة الوحيدة اللي أعرف أعبرلك فيها عن مشاعري. المهم أخيرا الست هدى رضيت عليه ووافقت إنها تقابله وتسمعه، وحكى كل واحد فيهم ظروف حياته للتاني بكل تفاصيلها، وكان في تشابه كبير في ظروفهم، فكل واحد فيهم فشل في زواجه السابق وبيدور على الاستقرار. واتفقوا على الجواز في فبراير 51، وكانت الجوازة التانية لفريد شوقي والتالتة لهدى سلطان. بعد الجواز بدأ المشوار الفني الحقيقي ليهم، واشتركوا في أعمال كتير مع بعض ونجحوا نجاح كبير قوي، خصوصا في فيلم حميد. هدى سلطان كان ليها بنت من جوزها الأول اسمها نبيلة، عايشة في مدرسة داخلية، وبعد جوازها من فريد شوقي رفض ده وقرر إنها تعيش معاهم ويجيب لها دادة ترعاها وعاملها زي ما تكون بنت من بناته، والتزم بكل شيء يخصها، لدرجة إن البنت من حبها ليه كانت بتكتب اسمه على كراسات المدرسة بتاعتها نبيلة فريد شوقي. لا تحملتني ان انا سهرت كتير. قيل عليا اشاعات، خصوصا لما باجي بيروت ان انا بحب هنا في بيروت او حاجات زي ما دي. انت بتقول ما تقدرش تعيش من غير حب. ما لا مش بس ما انا بحب مراتي، ما فيش شك، انما ما يقال بالمراسلة. طبعا. سافر فريد شوقي في جولة فنية مع فرقة الريحاني، وكان بيبعت وقتها لهدى سلطان جوابات كتير قوي، لكن هي ما بتردش عليه بدون سبب، وما كانش فيه أي مشكلة حصلت بينهم قبل ما يسافر. وبعد رجوعه استقبلته استقبال فاتر جدا، وافتعلت مشاكل كتير وقتها، وفريد ما كانش عارف ايه سببها. وفجأة وبدون مقدمات وبدون مشاكل تطلب هدى سلطان الطلاق. نزل الخبر ده زي الصاعقة على فريد شوقي، وبعد سلسلة طويلة من الشد والجذب والمحاولات من فريد شوقي
واتدخل وقتها كل المقربين منهم، حتى أمه اتدخلت لإقناعها، لكن كل المحاولات فشلت وفضلت هدى سلطان مصممة على الطلاق. وبعد انتهاء شهور العدة اتجوزت المخرج حسن عبد السلام. حكى فريد شوقي في مذكراته اللي كتبتها الكاتبة والناقدة إيريس نظمي وإعادة نشرها دار ريشة إنه عاش بعدها مرحلة من الضياع، كان زي التايه اللي ضل الطريق، فقد كل شيء، حماسه، رغبته في الشغل، ما بقاش بيروح مكتبه، رفض كل الأدوار اللي كانت بتتعرض عليه الفترة دي، لكن أنقذته أمه من المأساة دي وسابت بيتها وخدت أخته وولادها وراحوا وعاشوا معاه، احتوته وظبطت له كل شيء في البيت اللي كان زي المهجور، وقالت له مش هنسيبك لوحدك، هنملى عليك البيت، هنكون كلنا في خدمتك لغاية ما تقف على رجلك مرة تانية وتعوض كل اللي فاتك. وفي قرار حاسم قرر بعد سلسلة كبيرة من الخسائر انه يوقف كل ده ويرجع يفتح مكتبه وان يبدأ مرحلة جديدة من حياته. اجتمع بكل الموظفين واعتذر لهم عن إهماله طول الفترة اللي فاتت، وقال هنبدأ من جديد، خصوصا انه تعرض لأزمة مادية كبيرة جدا نتيجة إهماله. وبعدها رجع تاني المنتجين والمخرجين يثقوا فيه ويرشحوه في أعمال تانية. الأسبوع الجاي حكاية جديدة.